حزب البحر للمرة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. حزب البحر عامل ضجة كبيرة، أسئلة كتيرة وتعليقات ملهاش حدود. الكل بيسأل جبتي منين؟ ايه مدى صحته؟ ليه ما نلتزمش بالكتاب والسنة النبوية؟ الإمام اللي قاله صوفي. ليه بتقولي نجرب؟ ما ينفعش نعبد الله بالتجربة؟ كل التساؤلات دي هوضحها دلوقتي. أولا هحكي قصتي مع حزب البحر. أولا أنا لقيته ازاي؟ من سنين كان عندي كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في فضل الصلاة على النبي. الكتاب ده مقسم الصلاة على النبي بطريقة معينة في كل يوم، يعني كأنها أوراد بالظبط. مثلا يوم السبت ورد السبت، يوم الجمعة ورد الجمعة، وكل ورد مكتوب فيه الصلاة على النبي بطريقة معينة. يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصلي على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أو مثلا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت على أرضك وفي 7 سماواتك في كل يوم 1000 مرة. أنا بقرأها من الكتاب ده كأنه ورد يومي، زي مثلا ورد البقرة والأوراد اللي بتقرأها كل يوم. كنت بصلي على النبي دايما على سبحتي، سواء كانت الصلاة العادية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أو الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة يعني. لكن الكتاب فيه ورد يومي بتقرأه في الصلاة على النبي، زائد الصلاة على النبي اللي بتصليها على سبحتك. والحمد لله شفت كل الخير بسبب فضل الصلاة على سيدنا محمد. المهم الفهرس كان فيه حزب الإمام الشاذلي، حزب البحر وحزب البحر وحزب النصر، وأنا أبدا عمري ما جربت أقرأه. أنا كنت بقرأ ورد الصلاة على النبي كل يوم وبس. وبعدين في يوم فتحت عايزة أشوف إيه ده، قرأته وقرأت فيه إن الإمام الشاذلي كان في أمر عظيم، وحلم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيلقنه هذا الدعاء، وكان له أثر طيب في حل الأزمة. فجربت وقرأته بنيتي، وطلبت من ربنا مطلب، وكان صعب يجي الوقت ده، لكنه بأمر الله تحقق. نيجي بقى لكلمة جربته. طبعا احنا مش بنعبد ربنا بالتجربة، مش بنعبد ربنا عشان النعم اللي مديها فتفضل عندنا. احنا بنعبد ربنا لأنه يستحق العبادة، وإن عبادتك لربنا فيها راحة ليك من غير أي حاجة. لكن جربته دي أقصد إن كانت أول مرة أشوف فيها الدعاء ده، ومكتوب إنه له فضل عظيم في إجابة الدعاء. يعني مثلا سورة البقرة لها فضل عظيم برضو في إجابة الدعاء. هل معنى ان انا اقول ان جربتها ان انا بعبد الله بالتجربة؟ انا بحب ربنا جدا وبعبده على اي حال، بس انت سمعت مثلا حديث شريف او سمعت مثلا دعاء من شيخ معين، فحبيت تشوفه على حالتك وتشوف اثره هيبقى ايه. النقطة اللي بعد كده سبب ان انا عملت ليه حزب البحر كفيديو. انا نزلت فيديو ان انا نصحت بيه احد المتابعين، المتابع ده ما كانش مقتنع بيه، لكن جاله منام حد بيلقنه حزب البحر، فقالوا تاني يوم قضيت حاجته. ورغم اعتراضه عليه الا ان هو بعت لي انه قضيت حاجته، وانه بعد كده هيستعمله كورد او كدعاء يدعيه من ضمن الادعيه بتاعته. مش معنى كلامي ان احنا نسيب السنه النبويه والادعيه والقران ونتجه لحزب البحر، بس اخي الفاضل واختي الفاضله، اذا كان عندك حاجه ملحه ودعيت بحزب البحر والتزمت بيه وقضيت، هل هذا حرام؟ وشيوخ كتيره اجازت الدعاء ده، وشيوخ تانية قالت التزموا بالقران والسنه النبويه. هنتكلم بقى عن جزئيه ان الامام الحسن علي الشاذلي امام صوفي. طيب هل الصوفية حرام؟ في ديننا هو سماكم المسلمين، لكن أيام سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان في مسميات برضو زي المهاجرين والأنصار، والنبي أبدا ما منعش فكرة المهاجرين والأنصار أو التسميات دي. وقتها حصل مشكلات على فكرة التسمية المهاجرين والأنصار، وحصل مشاكل، وإحنا مسلمين ولا نتبع غير منهج الإسلام. نتكلم بقى على كلمة الصوفية. من هو الصوفي؟ الصوفي هو الذي صفى الله فصفاه الله، يعني علاقة حبيب ومحبوب. يا جماعة من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يخبط على بابك طالب لقمة ياكلها، لكن واحد تاني أنت تتحايل عليه عشان يجي ياكل اللقمة عندك. المتنبي كان بيمدح واحد من البشر وبيقول أنت الحبيب ولكن أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لما تحب شخص وأنت مش محبوب عنده دي بلوى حقيقية، إنما علاقتنا بربنا غير. هتحبه هيحبك، هتقرب منه هيقرب أكتر، ودي بقى اسمها المصافاة. يعني الصوفية مش حرام ولا حاجة. نقطة تانية، لو جالك منام بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحلمت بيه بيقول لك حاجة معينة، طبعا كلنا عارفين ان في الرؤى ان الشيطان لا يتلبس بسيدنا محمد. الرؤية الوحيدة اللي بتبقى صحيحة 100% انك لو شفت النبي بيبقى هو النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
طيب إذا شفت سيدك النبي وقال لك حاجة معينة في الحلم، يعني مثلا قال لك إن ذكر معين هيقضي حاجتك، لما تقوم من النوم مش هتنفذ الذكر ده؟ هتنفذه وهتبقى في منتهى السعادة، لأن حبيبك اللي قايل لك عليه ده كمان هيبقى عندك يقين بكلام سيدنا النبي. طيب لما إمام صوفي متعبد ومعروف في زمانه بالورع والتقى والفقه وعلم الدين وله كرامات، وكان في موقف عظيم، قعد في البحر لأيام والسفينة لا تتحرك، مفيش ريح تحركها، فنام وحلم بسيدنا النبي في المنام بيلقنه هذا الدعاء، وقالوا كانت النتيجة ممتازة. طالما هو مش حرام والشيوخ كتيرة أجازته، ايه المشكلة ان انا استعمله في الدعاء؟ ما بقولش اوقف دعائي كله على دعاء حزب البحر، يعني من ضمن الأدعية اللي بدعيها. وانا شخصيا اذا كان عندي دعاء ملح بقرأ سورة البقرة بنية وحزب البحر لنفس النية، والنتيجة الحمد لله ممتازة. في العصور الحديثة اللي احنا فيها دلوقتي في حاجات كتيرة ما كانتش موجودة أيام النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنها طبعا مستحدثة. على سبيل المثال قراءة الأوراد أو القرآن من الهاتف، أو الذكر على السبحة. طبعا القراءة من المصحف أفضل بكتير، لكن القراءة من الهاتف أحسن من هجر القرآن، والذكر على الأصابع أفضل بكتير من الذكر على السبحة. لكن إذا هتذكر على السبحة مش مهم، المهم إنك أنت هتذكر. على سبيل المثال عندي طفل صغير، إذا نام بالليل وأنا مضطرة أقعد في نفس الحجرة والإضاءة مغلقة، أنا بقرأ القرآن من الهاتف ومش بقرأه من المصحف، هل ده حرام؟ في حاجات في عصرنا استحدثت والشيوخ أجازوها، طالما مش حرام إيه المشكلة؟ والشيوخ التانية ما حرموهاش، لكن قالوا الالتزام بالقرآن والسنة النبوية أفضل. ولما عملت حزب البحر في فيديو، والله ما قصدت غير وجه الله. يمكن يكون لحد حاجة صعبة أو ملحة وربنا يقضيها له لأقل الأسباب، والإمام شيخ صوفي متعبد مش كافر يا جماعة، وديننا دين يسر، واستفتي قلبك. وإذا كان أئمة علم وشيوخ دين أجازوها إيه المشكلة؟ ده كان فيديو النهاردة، أتمنى أكون وضحت الأمر. أسفة على صوتي لأن عندي برد. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ادعمونا باشتراككم في القناة وتفعيل الجرس وسيبولي تعليقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.